البومودورو التقنية الأشهر لإدارة الوقت اللي أي حد تقريبا قالك عليها وعدك إن هي هتغير حياتك وتزود إنتاجيتك. ففي الفيديو ده بقى هقولك هل هي كانت حقيقية فعلا ولا كدبة، وأقولك كمان تجربتي الشخصية معاها بعد ما استعملتها سنة كاملة. ولو عايز تسعى عن خدمات التسويق على السوشيال ميديا وعايز تكبر مشروعك هسيب لك طرق التواصل في وصف الفيديو. أنا البوس لو جاك في طريقك، ويلا بينا. في البداية كده لو انت متعرفش تقنية البومودورو، فبكل بساطة هي تقنية اخترعت في الثمانينات، والفكرة ببساطة ان انت تذاكر او تشتغل 25 دقيقة وتريح 5 دقايق. الفكرة العلمية المبنية عليها الانسان اول ما بيبدأ حاجة بيكون اول 10 دقايق او اول 20 دقيقة مركز جدا، ومع الوقت التركيز دوت بيبدأ ان هو يقل، ولما ترجع لها تاني نسب التركيز بتعلى تاني. اما بالنسبة لي انا جربت البومودورو لاسباب كتيرة جدا، وطبعا اولها المماطلة والتسويف، وكنت دايما ان انا بضيع عليا شغلي او مذاكرتي بسبب ان انا بقدرش ان انا اقعد فترات طويلة. الصراحة البداية مع تقنية البومودورو كانت حلوة جدا، فيري جريت. كنت عادي ببدأ شغل اظبط المنبه وبعد 25 دقيقة اخد راحة 5 دقايق وارجع اشتغل تاني، وقعدت فترة طويلة جدا ماشي مع التقنية ديت وكان الموضوع جميل جدا. لكن مع الوقت بدأت تظهر مشاكل تقنية البومودورو. بعد ما بقيت ادخل في الشغل العميق، الشغل اللي هو محتاج وقت كبير ومجهود كبير، بدات الاحظ ان البومودورو مش مناسبه مع كل الشغل، يعني مش كل انواع الشغل مناسبه معاها تقنيه البومودورو. اول مشكله قابلتني وهي قطع التركيز المستمر. لما اتاقلم مع مهمه وادخل في حاله التدفق العميق او الفلو ستيت، يرن المنبه ويقطع عليك التركيز اللي انت كنت فيه، فبالتالي لما تيجي ترجع تاني مش هتبقى بنفس التركيز اللي انت كنت فيه. بالنسبه لي انا دي كانت مشكله كبيره جدا، وكنت ساعات باخر شغل على الناس. تاني مشكله ان مش كل الناس بتشتغل بنفس الوتيره، كل واحد مننا عنده طاقته الخاصه بيه في الشغل. ممكن حد يفضل شغال بتركيز طويل وفي واحد تاني مثلا يفقد تركيزه بعد نص ساعه. فالبومودورو مش بتاخد بعين الاعتبار النقطه ديت او الاختلاف دوت. تالت حاجه، البومودورو مش مناسبه للمشاريع او الشغل الكبير. البومودورو بتركز على المهام الصغيره المتكرره، يعني مثلا مذاكره كل يوم، فهنا البومودورو بتنفع في النقطه ديت. لكن لو بتعمل مشروع او شغل كبير جدا ومعقد فالبومودورو مش هتناسبك، لانك اصلا هتلاقي ان انت مش قادر تكمل بسهوله. رقم 4، الشعور بالضغط. فاحيانا كنت بحس ان الضغط زاد بدل انها ما تساعدني، خصوصا مع المهام اللي بتحتاج وقت طويل جدا. البومودورو بتحسسك ان انت تحت عداد ملاحظه مستمر، ودوت مش مريح لبعض الناس، انك تحس ان انت في عداد كده لو خلص انت لازم تسيب اللي انت قاعد عليه ده فورا. رقم 5، الاوقات الغير مرنه. البومودورو بتفرض عليك اوقات ثابته، فبالتالي مش هينفع انك تعدل على الفترات ديت على حيث شغلك انت. فلو انت كنت في ذروه الابداع في الدقيقه ال25، فانت هتضطر ان انت تقطع الشغل دوت عشان الوقت خلاص خلص وده وقت الاستراحه. مش كل شيء سيء في البومودورو، في طبعا جانبيات ايجابيه من الموضوع دوت. في فعلا ناس استفادوا منها، وانا لحد دلوقتي بستفيد من البومودورو، بس زي ما قلت لك في الحاجات اللي مش محتاجه مجهود او وقت طويل. فلو كنت مبتدئ في اداره الوقت او لسه بتفكر انك تدير وقتك، فالبومودورو هتكون حلوه ليك، لانها هتساعدك انك تكون مركز خصوصا في المهام الصغيره او اللي مش محتاجه جهد كبير. وكمان انت بمجرد ما تخلص ال 25 دقيقه ده هيديك احساس بالانجاز السريع، ودوت لبعض الناس بيدي طاقه كبيره جدا. لو جربت البومودورو وما كانتش مناسبة ليك، زي مثلا انا شغلي ما كانش مناسب مع التقنية ديت، ففي بدائل تقنيات تانية ممكن تساعدك، زي تقنية الفترات الطويلة، اللي هو بدل ما تاخد 25 دقيقة و5 دقايق راحة تاخد 50 دقيقة و10 دقايق راحة، ودوت كان مناسب ليا جدا. تقنية تخصيص الوقت او التايم بلوكينج، انك تخصص وقت معين لكل مهمة خلال اليوم، وبالتالي انت كده بتحدد امتى تشتغل على كل حاجة. يعني ممكن برضو ديت ما تكونش مناسبة لبعض الناس اللي شغلهم مش محدد وقت معين، لكن ممكن في ناس تعجبها التقنية ديت. في النهاية برضو يا صديقي احب اقول لك ان البومودورو مش بتنفع مع كل الناس زي ما قلت لك، بس في ناس ممكن البومودورو تنفع معاهم عادي جدا. لو جربتها وما لقيتش ان هي مناسبه معاك، ممكن تجرب البدائل بتاعتها زي ما قلت لك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. انا البوس لو جاك في طريقك. سلام يا صديقي.